جوزك بيقبض باليوم او بالاسبوع، ما انتش عارفه ازاي تقسمي الميزانيه بتاعه الشهر بتاعك، دايما متبرجله ودايما حاسه ان انت فاشله جدا في تقسيم الميزانيه بتاعتك، ودايما بتبقي مديونه بسبب ان انت ما انتش عارفه تقسمي الميزانيه بتاعه جوزك لانه بيقبض باليوم او الاسبوع ولا يهمك خالص. تعالى اما اقولك ازاي تقسمي الميزانيه بتاعتك بشكل صحيح وبخطه ذكيه وفكره حصريه لاول مره على السوشيال ميديا من 28/7/2024 لباقي العمر كله، هتبدأ هتعتمديها دايما. ويلا بينا كده نقول بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صباح فل أو مساء فل على حسب التوقيت اللي انتوا بتتابعوا فيه الفيديو. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. في فيديو النهارده هقول لكم ازاي تقسموا الميزانيه بتاعتكم لكل شهر لو جوزك بيقبض باليوم او الاسبوع بخطه ذكيه وعبقريه جدا وحصريه لاول مره على السوشيال ميديا. عايزه اقول لك بجد الطريقه دي من الطرق اللي ناجحه جدا جدا وبسيطه ومفيش زيها على السوشيال ميديا. اعتمديها، عايزه اقول لكم انا معتمده عليها بقالي سنين وما بغيرهاش لانها ناجحه جدا جدا وبسيطه جدا جدا في تقسيم الميزانيه. تمام كده؟ فاعذروني الفيديو ده هيطول حبة حبتين، لكن بجد والله العظيم هتطلعوا منه مستفيدين. وبعد الفيديو ده هتبقي شاطرة جدا جدا وناجحة ومتوازنة دايما في تقسيم الميزانية بتاعتك. لو جوزك بيقبض باليوم او الاسبوع، تمام كده، لو مشيت على الخطوات دي فبجد انتي هتبقي ناجحة في تقسيم الميزانية بتاعتك. ويلا بينا نشتغل في الفكرة الأولى. لو جوزك بيقبض باليوم، فلو انت جوزك بيقبض باليوم هتبدأي تتابعي الفكرة الأولى. وقبل ما أقول لكم على ازاي نرتب الخطوات في تقسيم الميزانية الخطوة الأولى، عايزة أقول لكم دايما البيوت الناجحة، دايما رجل الأعمال أو ست الأعمال الناجحة، دايما اللي بتخطط ليومها أو للشهر بتاعها في كراسة وقلم، هما دول الناجحين. فانت دايما كده خططي لنفسك في كراسة والقلم يومك والشهر بتاعك، بجد هتبقي ناجحة جدا جدا. يلا نمشي نبدأ نقسم الميزانية بتاعتنا. لو جوزك بيقبض باليومية، أول حاجة كده أيا كان بقى جوزك بيشتغل ايه أو يوميته قد ايه، في الكراسة بتاعتك وبالقلم بتاعك هنا هتبدأي أول حاجة هتعمليها ايه؟ هتبدأي هنا تكتبي كل الأساسيات بتاعتك زي الكهرباء والمية والنت والدروس والطوارئ إلخ كل الأساسيات بتاعتك بتكتبيها. كل حاجة من الأساس بتاعتنا هتبدأي تشوفي انت بتبقى مبلغ قد ايه في الشهر، وهتبدأي تجمعي كل الأساسيات بتاعتك. وليكن الأساسيات بتاعتنا كل شهر اللي هي 1500 جنيه. تمام كده؟ وخلينا متفقين بيتي مش زي بيتك في الاساسيات، المبلغ اللي انا بستخدمه مش نفس المبلغ اللي انت بتستخدميه، فكل واحد وليه حياته ايه الشخصيه المختلفه عن التاني. هنا هنبدا نعمل ايه بعد كده؟ هنقسم الاساسيات بتاعه الشهر على اليوميه بتاعه الزوج. وليكن هنا قلنا ايه بقى؟ 1500 جنيه. هنا بنشوف بقى عدد الايام اللي الزوج بيشتغل فيها، 10 ايام، 20 يوم في الشهر، 30 يوم، بتبدأي تكتبي هنا الايام. هنا هنقول وليكن 25. هنبدأ هنا نقسم ال 1500 جنيه على ال 25 يوم، وليكن اللي هي اليومية بتاعت الزوج 150 جنيه في اليوم. هنقول 1500 جنيه على 25 يوم هيطلع معانا 60 جنيه، هيطلع معانا في اليوم 60 جنيه. هنبدأ نعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه يا أميرة؟ ال 60 جنيه اللي طلعت معانا دي هنبدأ نعمل فيها ايه؟ اولا كده هتبدأي تجيبي اي ظرفين عندك، اي ظرفين او اي بوك قديم او اي برطمان، تمام بالشكل ده، او اي حصالة، وهتبدأي هنا هتبدأي تجيبي الحاجة اللي انت هتحط فيها المبلغ بتاع كل يوم. هتجيبي برطمان هتكتبي عليه مصاريف اساسيات الشهر، والبرطمان التاني حصالة الطوارئ. هنا بقى هتبدأي في حصالة الطوارئ، شوفي ايه هنا انت كنت محدده في الاساسيات بتاعتك لكل يوم في حصاله الطوارئ هتحطي كام، هتحطي المبلغ يوميا هنا في حصاله الطوارئ، والمبلغ الاساسي لاساسيات الشهر كل يوم هنا هتحطي قد ايه في العلبه بتاعتك. تمام كده؟ عايزه اقول لكم بجد الطريقه دي ناجحه جدا. حصاله الطوارئ بتفيدنا في ايه؟ لو احنا احتاجنا في الشهر ده العلاج لادويه واحنا معناش فلوس فهتنفعنا، فاحنا محتاجناهاش، فهي وديعه عندنا المبلغ ده اللي بيتراكم شهر على شهر، فهي حلوه لينا قوي قوي قوي.
بعد ما بتطلعي خلاص الاساسيات اللي انت هتحطيها كل يوم في الحصالات بتاعتك، هتشوفي اتبقى معاكي كام. احنا قلنا هنا كانت ال 150 يوميه وطلع منها 60 جنيه يوميا، يعني المبلغ اللي طلع معانا 90 جنيه لكل يوم. هنبدا هنا نشوف احتياجات يومنا زي الفطار والغدا والعشاء بالمبلغ اللي طلع معاكي من بعد خلاص ما طلعت الاساسيات بتاعتك. هتبداي تجيبي كل احتياجاتك لليوم ده. امشي على الخطوات دي. لو جوزك بيقبض باليومية بجد امورك هتبقى ماشية بشكل صحيح وسليم. يلا بينا بقى نبتدي في الفكرة التانية. لو جوزك بيقبض بالاسبوع، ازاي تقسمي الميزانية دي بتاعة الاسبوع بشكل صحيح؟ هتبدأي تنفذي الخطوات اللي انا هقولك عليها دي، وهتمشي معايا بالورقة والقلم. اولا كده هتكتبي ايه بقى؟ دخل الزوج في كل اسبوع. هنا هنقول وليكن دخل الاسبوع الزوج لكل اسبوع 1000 جنيه. ثانيا هنبدأ نكتب الاساسيات بتاعتنا في الورقه والقلم زي الكهرباء والدروس والميه والطوارئ الخ كل الاساسيات. هنا هنقول طلع معانا وليكن 1500 جنيه على 4 اسابيع بيساوي 375. يبقى هنا اسبوعيا هنحط في الحصالات بتاعه الطوارئ والاساسيات 375 جنيه. الناتج الفاضل من ال1000 جنيه 625 جنيه. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنبدأ نحط زي ما قلت لكم الاساسيات في الحصالة بتاعتنا والطوارئ في الحصالة بتاعتنا في جنب، والمبلغ بتاع اللي فاضل لكل اسبوع. يلا بينا ازاي نشوف احنا هنعمل ايه بيه وندبر امورنا بشكل صحيح. بصوا بقى، بعد ما بنقسم المبلغ اللي طلع معانا اللي هو 625 في الاسبوع اللي فضلوا معانا، هنعمل ايه من البداية للنهاية كده؟ اولا كده في الورقه بتاعتك وبالقلم بتاعك هنا هتبداي تعملي منيو اكلات الاسبوع. تشوفي هنا السبت هتاكلي ايه، الحد هتاكلي ايه، فطار غدا عشاء الخ من بدايه الاسبوع حتى نهايه الاسبوع. خلاص حددتي الاكلات بتاعتك اللي انت هتحتاجيها طول الاسبوع ده. هتبداي بعد كده هتجيبي حاجتك بقى زي الرز والمكرونه والعدس وطلبات التلاجة واسماك واللحوم والفراخ بتاعتك، خضار فاكهه، كل حاجه اللي انت هتحتاجيها في منيو اكلات الاسبوع بتاعك، وهتجيبيها بالمبلغ اللي طلع معاكي. بالشكل ده انت امورك هتبقى ماشيه وناجحه جدا جدا، ومش هتحتاجي لاي حد ولا هتتزنقي ابدا لاي حد ولا هتستلفي من اي حد عشان تمشي اساسيات بيتك. بدل بجد امشي على الطريقه دي سواء جوزك بيقبض باليوم او بالاسبوع، سهله وبسيطه وناجحه جدا جدا. من كتر بساطتها عايزه اقولك ان انت هتعتمديها دايما في تقسيم الميزانيه بتاعتك، وهتبقي دايما انت ماشيه ناجحه وفي توازن وشاطره في تقسيم الميزانيه. اتمنى ان اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه جدا جدا، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا في تخطيط الميزانيه ده. ولو بحاجه بسيطه لايك وشير كمان عشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويستفادوا بالطريقه دي والخطوات دي، واشتراك في القناه اول مره تشوفيني، وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.